أكيد سمعت صوت القرمشة اللي في أول الفيديو. يا صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت اللوتس. سهل جدا، مش هنستخدم فيه ولا بيض ولا سكر. ولو أول مرة تشوفوني أنا دينا، ولو مش مشتركين في قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنبدأ الأول بالمكونات الجافة. عندي هنا في الأول 150 جرام دقيق شوفان اللي هما كوباية ونص، وعندي كمان معلقتين لبن بودرة محمصوهم، وطبعا ممكن نستغنى عنهم مفيش مشكلة. وفي الطبق ده بقى عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل، وربع معلقة صغيرة من الملح، ورشة فلفل اسود، ورشة حبهان، ومعلقة صغيرة من القرفة، ورشة قرنفل، وجوز الطيب. وهبدأ بقى اقلب المكونات الجافة دي مع بعض كويس. ممكن تستغنوا عن القرنفل وجوز الطيب لو مش حابين تحطوهم في الوصفة. وبكده تبقى المواد الجافة جاهزة معايا. هبدأ بقى احضر المواد السائلة. عندي هنا ربع كوباية من زيت جوز الهند، وممكن نستخدم زبدة مذابة اللي هما 50 جرام. وعندي كمان 3 معالق عسل اسود، ممكن نستخدم دبس التمر اللي هما هنا حوالي 45 جرام. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد بقى لما يمتزجوا مع بعض كويس. وهبدا بقى احط المكونات السائله دي على المواد الجافه واخلطهم بقى مع بعض كويس جدا بالسباتشولا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد لما يتجمعوا مع بعض ويتكون معايا عجينه بالشكل ده. طبعا لو لقيتوا الخلط صعب بالسباتشولا او بالمعلقه ممكن تخلطوها بايديكم، بس طبعا احنا مش هنعجن او اي حاجه، احنا بس عايزين نلم العجينه على بعض. هنا لقيت العجينه مفروله شويه، فحطيت معاها معلقه لبن جوز هند او اي نوع لبن انتوا بتفضلوه، لبن كامل الدسم او لبن خالي الدسم، اي حاجه. ممكن كمان ما نستخدمش لبن ونستخدم مكانهم ميه. وهبدا برضو بقى اخلطهم مع بعض كويس. هسيب بقى العجينه كده على جنب لمده 5 دقايق. هشوف بعديها بعد ال5 دقايق هتحتاج لبن تاني او لا، وده شكلها بعد ال5 دقايق. بعد ال5 دقايق هنشوف بقى هتحتاج لبن تاني او لا. بصوا مش محتاجه، طريه جدا وسهل التشكيل. طبعا كمية السوائل دي على حسب بقى الشوفان اللي احنا مستخدمينه هيحتاج قد ايه. هو احنا يعني يبقى معانا كده 3 معالق لبن، وكل بقى ما نشوف هتحتاج تاني او لا، بس هو انا كده استكفت معايا بمعلقة واحدة بس. هاخد بقى العجينة وافردها بين كيس تلاجة وافردها كده بالنشابة، وهجيب بقى اي قطاع على شكل مستطيل. طبعا الحجم ده هيكون كبير طبعا على شكل بسكوتات اللوتس اللي احنا متعودين عليها. فهجيب بقى السكينة وابدأ بقى اقطعها بالنص كده. طبعا بقى الزوايد من العجينة هفردها تاني واقطعها، وهكمل بقى باقي الكمية. شايفين العجينة طرية ازاي، وبنقلها بكل سهولة ما بتتقطعش مني او اي حاجة. هبدأ بقى انقل العجينة على صينية فيها ورق زبدة، ممكن ما استخدمش ورق زبدة بس ادهن الصينية مسحة خفيفة كده من الزيت كويس بالفرشة. وبمسطرة الحروف بقى هكتب كلمة لوتس بس عشان تديني شكل حلو. طبعا الخطوة دي اختيارية. وهيدخل بقى الفرن ساخن مسبقا على 180 درجة. هيقعد في الفرن تقريبا 15 دقيقة. اخد بقى بالي كويس جدا لما ياخد لون بسرعة، فاول لما اشم ريحته والاقيه كده بقى لون ذهبي اطفي النار على طول. وممكن اسيبه جوه الفرن 5 دقايق هيبقى مقرمش اكتر. بصوا بقى واخد لون حلو ازاي، تحفة بجد، لازم تجربوه. مقرمش وطعمه حلو جدا، هش كده من جوه مش مكتوم او اي حاجة. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.